تفاصيل تعاقد الهلال مع مالكوم. الهلال يحسم صفقة فيراتي. ضربة موجعة للنصر في الميركاتو. الهلال يطرد كاريلو لعيون تمبكتي. الاتحاد يقترب من حسم صفقة فابينيو. السلام عليكم جماهير الكرة السعودية، وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة كرة سعودية. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. كشف نادي الهلال عن مدة التعاقد مع البرازيلي مالكوم فيليبي سيلفا المنتقل حديثا لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن نادي الهلال عن تعاقده رسميا مع البرازيلي مالكوم قادما من صفوف زينت الروسي ليصبح الصفقة الصيفية الرابعة في صفوف الزعيم. وذكر نادي الهلال أن عقد اللاعب مالكوم يستمر لمدة 4 مواسم حتى نهاية موسم 2026-2027. ومثل الهلال في مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية فهد بن نافل، حيث جرت مراسم التوقيع في فندق فور سيزونز جورج الخامس بالعاصمة الفرنسية باريس. وسبق أن أفادت تقارير بأن قيمة انتقال مالكوم إلى الهلال السعودي بلغت 60 مليون يورو. ويلعب مالكوم في الوسط والجناحين، وكان محور أنظار العالم عام 2018 عندما أصبح محور الصراع بين روما وبرشلونة. ونجح البلوغرانا وقتها في ضم مالكوم من بوردو في صفقة تجاوزت 40 مليون يورو، ولعب معه 24 مباراة وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. وغادر مالكوم البارسا في 2019 ورحل إلى زينت سان بطرسبورغ نظير 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون أخرى وفق اتفاق خاص. يقترب نادي الشباب من الإعلان الرسمي عن حسم صفقة أجنبية جديدة خلال الميركاتو الصيفي من صفوف نادي الهلال. وكان الشباب قد نجح في الحصول على خدمات الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال، وذلك بعد موافقة الزعيم على رحيل اللاعب بعد التعاقد مع ثنائي نيفيز وسافيتش. وإدارة الهلال والشباب اتفقتا على انتقال البيروفي أندري كاريلو لصفوف اليوث، ويلحق بزميله الكولومبي جوستافو كويلار. وكذا الإعلام الرياضي سيف الرخيص أن الهلال اشترط على الشباب ضم حسن تمبكتي من أجل الموافقة على بيع البيروفي أندري كاريلو إلى اليوث. وكتب رخيص عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: إدارة الهلال ستوافق على بيع عقد النجم كاريلو للشباب في حال وافق الشباب أن تكون صفقة تبادلية مع المدافع الدولي حسن تمبكتي. ومن جهته يحاول نادي الاتحاد ضم تمبكتي بسبب إصابة المدافع المصري أحمد حجازي بالرباط الصليبي وغيابه عن الموسم المقبل، في حين رفضت إدارة الشباب رحيله للعميد. وشارك كاريلو في معسكر نادي الهلال الخارجي في النمسا، وشارك في المباريات الودية تحت الإدارة الفنية للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس. ومن المنتظر أن يرحل كاريلو عن معسكر الهلال في الطائف، والذي يستعد لمواجهة أهلي طرابلس الليبي في أولى مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. بات أحد اللاعبين البارزين في صفوف باريس سان جيرمان على أعتاب الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وذكر الإعلام الرياضي فابريزيو رومانو أن الإيطالي ماركو فيراتي نجم الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في طريقه إلى الهلال، وأن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة. وأكد الإعلامي الموثوق أن الهلال أنهى اتفاقه مع لاعب الوسط الإيطالي، وسيتم التعاقد مع فيراتي لمدة 3 مواسم فيما يتم إعداد العقود قريبا. وكتب رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: نادي الهلال السعودي يقترب الآن من الاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن التوقيع مع اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي. وتابع فابريزيو رومانو: قدم الهلال السعودي عقدا لفيراتي مدته 3 سنوات، وسيتم إعداد ومراجعة مستندات الصفقة قريبا. وارتبط اسم فيراتي بخطوة الرحيل المتوقع عن القلعة الباريسية خلال شهور الصيف، وذلك ليضع حدا لمسيرة استمرت ما يزيد عن 10 سنوات في النادي الفرنسي. وخرج اللاعب الدولي الإيطالي من الخيارات الأساسية لمدرب باريس الإسباني لويس إنريكي في الفترة الأخيرة، ولا يمانع من بيع اللاعب في الوقت الحالي. وشارك اللاعب في الموسم الماضي مع باريس في الدوري الفرنسي في 29 مباراة لم يساهم فيها بأي هدف، وحصل على 10 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء. ويملك الدولي الإيطالي عقدا مع نادي باريس يمتد حتى عام 2026، فيما تبلغ القيمة السوقية قرابة 40 مليون يورو،
وكان اللاعب المخضرم قد انتقل لباريس سان جيرمان في عام 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي، ومنذ ذلك الحين لعب 416 مباراة سجل فيهم 11 هدفا وصنع 61 هدفا لزملائه. عادت صفقة انتقال النجم البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول الإنجليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي إلى مسارها الصحيح. وكتب للبريطاني بول جويس الصحفي بصحيفة التايمز على حسابه الشخصي بتويتر: عادت المفاوضات بقوة في صفقة انتقال فابينيو إلى اتحاد جدة مقابل 40 مليون جنيه استرليني، والصفقة تمضي قدما الآن. وأضاف: الصفقة كانت قد توقفت بسبب شروط الدفع لليفربول الذي تبلغ حصته 40 مليون جنيه استرليني. وتابع جويس: بدأت المحادثات مرة أخرى مع توقعات عالية بإتمام الصفقة، حيث كان الاتحاد يعرض 34 مليون استرليني بالإضافة إلى 4 مليون متغيرات، إلا أنه رفع عرضه إلى 40 مليون. وكانت التقارير الصحفية أرجعت تعثر الصفقة إلى أزمة حظر دخول كلبين من نوع بولدوغ تابعين لفابينيو إلى السعودية. لكن شبكة جلوب سبورت البرازيلية أكدت أن ما قيل حول تعطل إتمام الصفقة بسبب الكلاب أمر عار تماما من الصحة، وأوضحت أن مرافقي فابينيو قالوا إن الكلاب ليست مصدر قلق للاعب ولم تكن أبدا عقبة في طريق إتمام الصفقة. كشف الصحفي الألماني الشهير توبي ألتشفيل عن تطورات هامة بشأن مستقبل الحارس الإسباني الدولي دافيد دخيا حارس مانشستر يونايتد الأسبق، والذي يحظى باهتمام نادي النصر السعودي. وأعلن دخيا خلال الأسابيع الماضية رحيله بشكل رسمي عن نادي مانشستر يونايتد بعد مسيرة طويلة مع الشياطين الحمر لعدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تجديد العقد. ورفض دخيا مسألة الانضمام إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقدم مسؤولي نيراتزوري عرضا إلى دخيا براتب سنوي يبلغ 5 مليون يورو أي 4.3 مليون جنيه استرليني، وهو ما رفضه الحارس الإسباني تماما، وطالب بوقف المفاوضات الأولية. وأشار توبي ألتشفيل إلى أن الحارس الإسباني ديفيد دخيا هو أحدث اسم في قائمة تدعيمات نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف، وقال أن النادي الألماني يريد بدء اتصالات لمعرفة ما إذا كان لاعب مانشستر يونايتد السابق سيوافق على الانضمام إلى العملاق البافاري. من جهته كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن تطورات رسمية بشأن مفاوضات نادي النصر مع الحارس محمد الشناوي قائد الفريق الأول في الأهلي. وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية أنه تواصل مع أحد المسؤولين في نادي النصر، مشيرا إلى أنه أكد وجود الشناوي ضمن الخيارات التعاقدية في الميركاتو لدعم مركز حراسة المرمى. يذكر أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع أكثر من حارس أجنبي، أبرزهم الإسباني ديفيد دخيا لاعب مانشستر يونايتد السابق، بالإضافة إلى الكاميروني أونانا الذي حسم تعاقده مع الشياطين الحمر. اقتربت إدارة الأهلي السعودي من التعاقد مع الألماني ماتياس يايسلا لتولي مهمة قيادة الفريق الأول الموسم المقبل، وبحسب المصادر الأهلوية فإن مدة العقد ستكون لموسمين مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم ثالث مقابل 6 مليون يورو في الموسم. ومن المتوقع أن يلتحق المدرب الجديد بمعسكر الأهلي في النمسا بعد توقيع العقود مع بداية الأسبوع المقبل برفقة الجزائري الدولي رياض محرز. ولا يملك المدرب ماتياس يايسلا البالغ من العمر 35 عاما مسيرة كبيرة، حيث اقتصر مشواره على تدريب فريق سالزبورغ النمساوي منذ 2021، وقبلها درب فريق لايبزيغ الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017، إضافة إلى إشرافه على تدريب لفيرينغ فريق الدرجة الثانية النمساوي. أبرمت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدافع الأسكتلندي جاك هندري ليدافع عن ألوان فارس الدهناء حتى 2026 قادما من كلوب بروج البلجيكي. وجرت مراسم التوقيع أمس الأربعاء بمقر معسكر الاتفاق في صافي مارتن بكرواتيا بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي. كما أعلن نادي الاتفاق عن تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي موسى ديمبلي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي السابق في صفقة انتقال حر. ونشر فارس الدهناء عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر صورة ترحيبية جميلة بالوافد الجديد الفرنسي موسى ديمبلي بعنوان ديمبلي اتفاقي،
ولم يكشف الاتفاق عن مدة التعاقد مع ديمبلي وما سيتقاضاه سنويا مع الفريق، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن العقد يمتد ل4 سنوات. ويلعب موسى ديمبلي والمنحدر من أصول مالية في مركز المهاجم، حيث سبق له خوض تجارب مع أندية أولمبيك ليون وسلتيك وأتلتيكو مدريد.